بسم الله الرحمن الرحيم. آباء المعلمين، أمهات المعلمات، أخواني التلاميذ، أخواتي التلميذات، السلام عليكم. كلمتي بعنوان رسالة إلى أبي الشهيد. السلام عليك يا أبي الغالي، يا أبي أنا أبتدك يا نور، ويا ابني ويسره الرحمة وحدتي. هذه الرسالة لا أشرف إليك، لكني لا أعلم لماذا لا تجيبني، وهل تذكر عندما أردت الرحيل كم أمسكت بك؟ أبي تراجع هذه المرة، نعم مثل ذلك اليوم، فهمت أن سفرك سيطول، والله إني قد تعبت، والله إني قد تعبت، والله إني قلبي معذب، متى أعرف وأنا أنتظر عودتك، كلما يقرب الباب تراني أجري إلى الباب، والله لو أنك تعود لن أطلب منك أي شيء، ولن أبتعد عنك ولا لحظة، وسأنفذ كل ما تأمرني به فورا، وفي كل لحظة ستراني أقبل وجرتك ويدك، قسما عليك بابنتك يا نور، عزي يا أبي. إلى أين رحل أبي؟ هو لم يكن قاسيا يوما أبدا، كان يقبلني يوميا. إذا لماذا تأخر؟ لكني عرفت لماذا رحل. هو رحل حب الله والحسين عليه السلام، منبيا نداء المرجعية. أبي أمي تعلم أين أنت، فهي تقول لي أن أبيك بجوار الله في جنة جميلة، وبيته أيضا جميل، وهي تقول لي أنك لا تحزني أن أبيك مسرور، هو يحبك، وإذا بكيت هو يبكي إلى الله، فهو في كل يوم يأتي إليك ويقبل جبهتك ويمسح بيده على رأسك. منذ تلك اللحظة أنا أصبحت مسرورة، وأن أذرف الدموع. لكن يا أبتي أدعو لي ولأمي والعالم الإسلامي جميعا إن يكون طريقنا جميعا هو طريق الشهداء. أبي كن مسرورا أنا فخورة